صفقات الهلال وضم بنزيما وعسيري. هل يضم آل الشيخ ميسي للهلال؟ قرار عاجل لبن نافل ضد دياز وبيريرا. جدل كبير هز الشارع الرياضي السعودي بشأن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف 2023. الهلال محروم من التعاقدات حتى صيف 2023 على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم. كنو البالغ من العمر 28 سنة جدد مع الزعيم الهلالي في يناير 2022 بعد توقيعه لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده. وهذا الحرمان من التعاقدات حرم نادي الهلال من ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي وقع رسميا لنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي لمدة موسمين ونصف. الهلال يرد على صفقة رونالدو ببنزيما ونجم النصر مجانا. وردا على صفقة رونالدو تعمل الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل وفقا لآخر التقارير على ضم اسمين من العيار الثقيل بشكل مجاني، وهما المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما وريال مدريد الإسبانية الجناح عبد الفتاح عسير النصر. في هذا السياق كشفت شبكة ميركاتو دورينا عن انتقال بنزيما 35 سنة إلى دوري روشين السعودي للمحترفين الموسم الرياضي القادم 2023-2024. ويبدو نادي الهلال هو الأقرب للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الريال في 30 يونيو القادم حال صدقت هذه الأخبار، خاصة بعد فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بشكل رسمي. أما عسيري دخل الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول كرة القدم بنادي النصر وسط تأكيدات على رحيل اللاعب. والاتحاد والأهلي هما الأقرب للحصول على توقيع السيري، إلى أن التسريبات خرجت في الساعة الماضية عن تفكير الهلال في التعاقد مع اللاعب، خاصة أنه كان أحد أهم أهداف الإدارة الزرقاء في صيف 2020 قبل انضمامه إلى النصر. نشرت فضائية الإخبارية مقطع فيديو مثير للجدل يظهر بن نافل وهو يتبادل الحديث مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على هامش مباراة كأس موسم الرياض. وآل الشيخ أعلن في وقت سابق عن مباراة ودية بين فريق يجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري. حسب الفضائية فإن الحديث يتناول إمكانية انتقال ميسي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من الموسم الرياضي القادم، وأشارت إلى احتمالية طلب بن نافل وتوسط معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه لدى الخليفي لحسم صفقة الأسطورة الأرجنتينية. وظهر للشيخ في مقطع الفيديو الذي بثته القناة وهو يجلس بين بن نافل والخليفي أيضا، ما زاد التكهنات بشأن هذه الصفقة التاريخية. جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي علي هبة كشف بالأربعاء الماضي أن معلومات مؤكدة لديه بأن ميسي سينتقل إلى الهلال في صيف 2023 حتى ولو جدد عقده مع الفريق الباريسي. أعلن الإعلامي الرياضي حامد القرني اتخاذ الإدارة الهلالية قرارات حاسمة في مستقبل رامون دياز المدير الفني للفريق الأول وصانع الألعاب البرازيلي ماتيوس بيريرا، بالإضافة إلى صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. وحاول الهلال التعاقد مع ميسي بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024 بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قدم عرضا رسميا إلى اللاعب مقابل 300 مليون يورو وأحد فرز 2 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. يستعرض السعودي سبورت قرارات الهلال في الملفات الثلاث وفقا لما ذكره القرني في تصريحات تلفزيونية. رامون دياز تجديد الثقة في المدرب الأرجنتيني ردا على أنباء قالته، حيث سيقود الفريق الأول كرة القدم في الدوري وكأس العالم للأندية وأبطال آسيا. ماتيوس بيريرا استبعاده رسميا من قائمة الفريق الأول كرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي 2022-2023، حيث سيتم دراسة العروض المقدمة إليه في الميركاتو الشتوي الحالي. احتفى موسى ماريجا وسعود عبد الحميد ثنائي فريق نجوم النصر والهلال بالمباراة الرائعة أمام باريس سان جيرمان مساء الخميس على كأس موسم الرياض، وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي. وغرد ماريجا عبر حسابه على تويتر: يا لها من مباراة رائعة مع أفضل اللاعبين في العالم، الأجواء في الملعب لا تصدق. وتبع اللاعب المالي: شكرا لجميع المشجعين، الحمد لله. وأرفق موسى ماريجا مجموعة صور من مباراة كأس موسم الرياض مع التغريدة. ماتيوس بيريرا انضم إلى الهلال في صيف عام 2021 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في أضخم صفقة شراء بتاريخ المملكة 90 مليون ريال سعودي. أخيرا وبعد طول انتظار يمكن لجماهير نادي الهلال أن تتعرف على تفاصيل مفاوضات مجلس إدارة فهد بن نافل مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. ميسي البالغ من العمر 35 سنة يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 يونيو 2023 وسط تضارب الأنباء بشأن التجديد من عدمه.
ومع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الباريسي، قدمت إدارة نادي الهلال عرضا رسميا إلى الأسطورة الأرجنتينية مقابل 300 مليون يورو، أي 1.2 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. في هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي الشهير رودي جاليتي عن عقد الإدارة الهلالية اجتماعا حاسما مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، خلال اليومين الماضيين. وعبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف جاليتي عن تفاصيل هذا الاجتماع الحاسم بين مسؤولي الهلال ووالد ميسي لحسم صفقة القرن الكبرى، والذي جاء تفاصيله على النحو التالي: نادي الهلال: نريد التعاقد مع ميسي في صيف 2023. وكيل ميسي: لا توجد أي فرصة لانتقال اللاعب إلى السعودية في الوقت الحالي. وكيل ميسي: يرغب اللاعب في البقاء بالملاعب الأوروبية على المدى القصير على أقل تقدير. وكيل ميسي: اللاعب سيجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان. المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا. جدير بالذكر أن ميسي انضم إلى باريس في صيف 2021 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده. أعلن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي رحيل دياز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل رسمي ونهائي. وقال الرشيدي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: رامون دياز راحل، يعني راحل. القرار تم اتخاذه رسميا في الهلال. وكشف الإعلام الرياضي عن توصل الإدارة الهلالية لاتفاق مع مدرب عالمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي دوري الروشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا. وأشار الرشيدي إلى أنه لضيق الوقت تقرر أن يقود دياز نادي الهلال في بطولتي السوبر السعودي وكأس العالم للأندية. يضرب الهلال موعدا مع الفيحاء يوم 26 يناير الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يواجه الفائز في المباراة النهائية المتأهل من كلاسيكو النصر والاتحاد في 29 من نفس الشهر. كذلك يشارك الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة المغربية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهته لنادي الوداد الرياضي المغربي في الدور الثاني. جدير بالذكر أن أكثر من تقرير أكد حصول نادي الهلال على موافقة المدربين الإسباني لويس إنريكي والأرجنتيني مارسيلو غايا رادو، مع التفاوض كذلك مع كل من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخيل. كشفت تقارير صحفية عن بشرى سارة تسعد الجماهير الهلالية عن اقتراب عودة قائد الفريق الأول لكرة القدم الكابتن سلمان الفرج من العودة للتدريبات الجماعية. في شهر ديسمبر الماضي أعلن نادي الهلال عن إصابة سلمان الفرج في عظم الساق وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع. دخل قائد الزعيم الهلالي المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويواصل متوسط الميدان سلمان الفرج البرنامج